السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البلاطو ديال المملحات اللي بعجينة وحدة صايبنا منه 4 الأشكال اللي كتبان راقية ورائعة، ولا في المنظر ولا في المذاق ولا الشكل ديالها. مملحات اللي كتجي راقية تستعملهم في عيد ميلاد ولا كوموندات. تابعوا معي الفيديو حتى للآخر. دوزو المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 2 كيسان ديال دقيق الفورص. هنا العبار يكون عندنا بالكاس ديال العنبة. غادي نضيفو معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز. غادي نضيفو هنايا 2 كيسان ديال الحليب يكون دافي. بالنسبة للحليب تقدروا تعوضوه بالماء سخون، اللي ما عندوش الحليب يقدر يعوضو بالماء سخون ويديروا 2 معالق ديال الحليب غبران. اللي عنده ما عندوش صافي. هنا غادي ناخدو واحد الفوي وغادي نخلطو هاد العناصر مزيان حتى كتذوب لنا ديك الخميره. ما كتبقاش هكا كتبان لكم في العجينه بانها مكوره، كتبقاو تحركوا مزيان حتى كيبان لكم بان هذيك الخميره راه دابت. صافي هنا غادي ناخدو السلوفان وغنغطيو داك الخليط ديالنا. غادي نخليو تقريبا واحد 10 دقائق حتى كيرتاح. كنغطيوه ونخليوه يرتاح لينا هنايا 10 دقائق. وهنا من بعد ما دازت 10 دقائق كتشوفوا راه شويه داك الخليط بدا كيتضاعف الحجم ديالو. صافي هنايا غادي نضيف واحد نص كاس ديال الزيت البلديه، وغادي نضيفو شويه ديال الملح. وهنا غادي نبداو نضيفو الدقيق. هنا تقريبا انا هزات ليا 4 الكيسان ونص بالقياس ديال العنبه، بالكاس ديال العنبه. هنا من الاحسن تستعملوا اليد ديالكم، كتبداو تخدموا داك العجينه اللي عندنا من الاحسن نخدموها باليد. وبالنسبه اللي عنده العجانه راه يقدر يستعمل العجانه. صافي هنا انا راه هزات ليا 4 الكيسان ونص ديال الدقيق. نتوما تقريبا غديروا ديك 3 وغادي تبداو تعجنوا. راه كتبان لكم بان العجينه راه بدات كتجمع. وهنا بالنسبه للعجينه راه كتبقى شويه خفيفه، يعني ما كتقصحوهاش. نتوما كيف كتشوفوا هنا راه من بعد ما تجمعات راه كتبان لكم بان العجينه رطبه. صافي هنا كنحاولوا نبقاو نخدموها باليد تاعنا. غادي ندلكوها تقريبا واحد 10 دقائق، يعني كتبقاو هكا على هذا الشكل هذا تدلكوها. وبالنسبه للعجينه راه كتكون خفيفه ما كتكونش قاصحه. هانتوما كيف كتشوفوا راه كتبان لكم العجينه بان صراحه زوينه هاد العجينه السحريه هذه. صافي هنا غادي ناخذوا واحد البول غادي ندهنوه هكا بالزيت وغادي نحطوا فيه داك العجينه نخليوها ترتاح. وغادي نغطيوها ثاني بالسلوفان ونديروا عليها واحد المنديل نخليو العجينه ديالنا ترتاح. يعني هي كل ما خمرات كل ما كيجيو داك المملحات كيجيو صراحه كيجيو رائعين، كيجيو خفاف. صافي هنايا انا من بعد ما خليتها ارتاحت، انا ما خليتهاش صراحه بزاف غير شويه وحيدتها خدمت بها. يعني اللي عنده الوقت يقدر يخليها حتى 20 دقيقه تقريبا. انا ما خليتهاش 20 دقيقه غير شويه وبديت كنخدم بها. صافي هنايا غادي نبدا نقطع هكا الكويرات. نتوما بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار. انا تقريبا غادي نقطعهم غير صغار، وكل كره غندير فيها 30 غرام. على هذا الشكل هذا كنبداو نقطعوا ديك العجينه كامله اللي عندنا. وهنا كنقطعوا واحد الكميه باش غادي نديروا بيتزا حتى هي. صافي كتبقاو تقطعوا هكا العجينه كامله اللي عندكم حتى كتكملوها. صافي انا هنا من بعد ما كملت غادي نشد داك العجينه وغادي نحاولوا نكوروها وكنخليوها ترتاح باش ملي كنبغيو نخدموا بها كتجينا ساهله في الخدمه، يعني ما كتعذبنا ما حتى شي حاجه. ضروري تكور وتخليوها على جنب ترتاح. انا هنا من بعد ما خليت العجينه شويه ارتاحت صافي غادي ناخذها هكا غادي نشكلها هكا على شكل باكيطات صغار على هذا الشكل هذا. يعني كتبقاو تقادو غير باليد ديالكم. هانتوما على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نحطوها. غادي ناخذ ثاني واحده اخرى. هنايا انا كل شكل درت منه 8، يعني كل شكل خرج منه 8 الحبات. صافي على هذا الشكل هذا وكنحطو. غادي ناخذ واحد لاطه كنوضعوا فيها ورق الزبده وكنحطوا هاد الباكيت ديالنا. هانتوما على هذا الشكل هذا.
يعني الطريقة راه ساهلة، راه ماشي حاجة صعيبة. هنا غادي ندوزو للشكل الثاني حتى هو، كنرشو سطح العمل واحد شوية بالدقيق لأن العجينة كتكون رطبة كتبدا تلتصق لينا. صافي هنايا من بعد ما تلقصا واحد شوية بالدلة كنطلقوها هكا على شكل طولي. صافي غادي ناخدو غنديروها حتى هادو على شكل كوميرات صغيورين هكا، كتقرصوهم واحد شوية من التحت يعني باش ما كتحلش العجينة، ولو انها تخمر وتتنفخ ما كتحلش. كنوضعوهم حتى هما في اللاطه اللي غادي ندخلوها الفران. صافي ثاني غادي ناخدو كرة اخرى كنطلقوها حتى واحد شويه بالدلاك، يعني ما كترقوها ما تتغلطوها شويه، يعني كتبقى بين وبين. حتى هي غنديروا لها نفس الطريقه. هانتوما على هذا الشكل هذا، وكنكملوا. انا كل شكل خرجت منه 8. انا بالنسبه هنايا الشكل الثالث انا غادي ندير ميني همبرغر. هذا كنضغط عليهم غير واحد شويه باليد تاعي، يعني ما كنقرصوهمش بزاف، غير واحد شويه باش كيجيو حتى هما مقادين. صافي تا هو هكا اللي قادينها تنوضعوها في اللاطه اللي غادي ندخلو فيها الفران. انا تقريبا هاد الكميه خرجت لي 2 لاطات. وبالنسبه للعجينه اللي كنا خلينا اللي غادي نشكلو منها حتى هي بيتزا صغار، حتى هي تنطلقوها. صافي هنايا كنبقاو مستمرين باش نطلقوا هكا العجينه، وهنايا خاصها تكون شويه رقيقه. صافي هنايا غادي ناخذ واحد القطعه هكا باش غادي نقطع دوك البيتزات الصغار، حتى هما كنوضعوهم في اللاطه غنتقبوهم ونخليهم حتى هما حتى يخمروا. صافي هنايا من بعد ما خمرت لينا بعد ما خمروا لنا دوك الباكيطات والاخر، غادي ناخذ هنا صفر بيضه وغادي نضيف عليه واحد شويه ديال صلصه الصوجه. وهنا كيف هنا راه الفران انا راني سخنته من قبل، يعني الوقيته اللي كيخمروا ليا كنسخن الفران. صافي هنايا بالنسبه باش غادي نزينهم من الفوق، انا خديت هنا غادي نزين بهاد الزرارع هادو اللي فيهم الشوفان، فيهم الزريعه ديال القرعه كيف كتشوفوا، يعني فيهم بزاف ديال الانواع ديال الزرارع. انا كل شكل زينته باشكال مختلفه. هنا ثاني هاد الشكل الاخر غادي نزينو بشويه ديال الشوفان. ندير شويه ديال الشوفان وندير فوقه البافو، حتى هو سيعطي صراحه منظر زوين. نتوما تقدروا تزينوا بداكشي اللي متوفر عندكم. هانتوما هكا. وبالنسبه للميني همبرغر غادي نزينهم غير بالزنجلان البيض. صافي من هنا غادي نكملهم في التزيين، وغادي ناخذ واحد الزيزوار هكا يكون عندنا ماضي، وغادي نحاولوا نفلحوا داك الباكيطات اللي عندنا على هذا الشكل هذا. هانتوما حتى كنكملوا داك الكميه كامله وغادي ندخلوهم الفران باش يطيبوا. هنا الفران سخنته، راني سخنته من قبل. وبالنسبه هنايا لهاد الشكل ديال المملحات غادي ناخذوا الخبز ديال الطورطيه غنقطعوه هكا دوائر، وغادي نديروا فيه داك الفرماج احمر وندخلوه الفران يطيب واحد غير يشد راسو ونخرجوه. بالنسبه هنايا بهذا الشكل هذا باش غادي نزينوا داك الخبز ديال الطورطيه. هنا خديت واحد الاناء وضعت فيه شويه الملح صلصه الصوجه. هنا غادي نضيف الثومه هكا، ثومه غنوضعوا هنايا الثومه بودره وواحد الاعشاب المنسمه. انا غادي نضيف واحد الكميه من التحميره. هنايا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال صوص برجر، وغادي نضيف ثاني هنايا هذه كريمه سائله ديال هكا غادي نضيف منها تقريبا شي 2 معالق ولا 3. وغادي نوضعوا هاد شرائح ديال الدجاج، وغادي نخلطوا داك العناصر مزيان وكنغلطوهم وكنخليوهم يرتاحوا. تقريبا انا راه درتهم في الصباح وحتى العشيه عاد استعملتهم، يعني هما كل ما بقاو كيشربوا داك العطريه كيجيو صراحه لذاذ بزاف. صافي غادي نغطيهم بالسلوفان ونوضعهم على جنب ونخليهم يرتاحوا. وهنا من بعد ما ارتاح ليا داك القطع ديال الدجاج غادي نحيدهم. انا راني درتهم في الصباح وحتى العشيه حيدتهم. هانتوما كيف كتشوفوا راه شربوا مزيان. كنوضعوهم في واحد المقله مع شويه زيت البلديه وكنردوهم فوق البوطه يطيبوا.
أنا هنا من بعد ما كتشوفوا داك الطورطيات اللي دخلت الفران، هانتوما راه شدوا هكا في الراس ديالهم مزيان. غادي ندير فيهم هكا شويه الخاص، غادي ندير داك القطع ديال الدجاج اللي طيبت، وواحد الطريف ديال المطيشه، ودرت الصلصه ديال صوص برجر. يعني نتوما هنا كيبقى لكم الاختيار، كديروا اللي بغيتو. هانتوما صراحه نتوما عطاو واحد المنظر زوين مع دوك الالوان، كيجي هذا الشكل ديالهم زوين صراحه. انا ملي كتدخلهم الفران تيشدوا في راسهم، كيجيو زويونين. صافي كندير طريف تاع الخس، ثاني قطع تاع الدجاج، وشويه ديال المطيشه. صافي وغادي ندير فوقهم هكا شويه ديال الصلصه، وغادي نوضعوهم على جنب. وهنا بالنسبه للخبز ديال الهمبرغر، هنايا خديت كفته قطعتها على هذا الشكل، غادي ندوزها في الفورص، وغادي ندوزها في البيض، وغادي ندوزها في لاشابليغ حتى هي جات زوينه وجات رائعه بزاف على هذا الشكل هذا. وكنحطوها حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. صافي حتى كنكملوا داك الكفته كلها اللي عندنا على هذا الشكل هذا، وكنديروا هكا في الزيت حتى كطيب. هانتوما كتشوفوا هنايا من بعد ما تحمرات صراحه كتجي زوينه بزاف. وهنايا غادي ندوزو هانتوما كيف كتشوفوا الخبز ديال بيني همبرغر كيجا صراحه رطب بزاف وجا زوين. كنقطعوا داك الخبز كامل اللي عندنا. صافي هنايا غادي نوضعوا واحد الكميه من الكيتشوب، حتى نوضعوا هكايا الخس، كنوضعوا طريف تاع مطيشه، وغادي نوضعوا ثاني واحد الصلصه ديال صوص برجر. يعني هنا كلشي راه عارف الطريقه كيفاش، انا غير كنشارك معكم الافكار وصافي. وهنا غادي نوضعوا ثاني الكفته، وكنوضعوا شرائح ديال الفرماج ديال الساندويتش على هذا الشكل هذا. غادي نوضع واحد الكميه من صوص برجر، غير باش كتشد لينا داك الفرماج مع الخبز ما كيطيح ما حتى شي حاجه. صافي كنشدوها هكا بواحد العود على هذا الشكل هذا، كتجي صراحه زوينه بزاف. راكم نتوما عارفين الوليدات كيحماقوا على هذا الشيء. صافي عاوتاني غادي نوضع واحد الكميه، غندير ثاني الخس، غادي نوضع مطيشه. صافي وغادي نوضع ثاني الكفته، وغادي نوضع الفرماج ديال الساندويتش. صافي كنكمل في هاد الكميه ديال الميني همبرغر كامل اللي عندي، وندوزو ثاني شكل اخر. بالنسبه هنايا لداك الكوميرات الصغار اللي شاركت معكم، هنايا غادي نقطعوهم على هاد الشكل هذا، غير كنحلهم ما تنقطعوهمش. غادي ندير ثاني واحد الكميه من الصلصه، وغادي ندهنها بحال هكايا بالموس. هنايا كنحتاج هاد الشرائح ديال الديك المدخن. غادي نضيف ثاني واحد الطريف ديال الخس، وهكا قطع من المطيشه. وغادي ندير ثاني الفرماج ديال الساندويتش حتى هو كيجيو داك الالوان متناسقه وكتجي زوينه صراحه. هانتوما كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. ثاني غادي ناخذ وحده حتى هي نفس الطريقه. كتحاولوا تقادوا هكا. هنا تقدروا تعوضوا ديك المدخن، تقدروا تعوضوه بالكفته. بالنسبه اللي ما كيبغيش المذاق ديالو تقدروا ديروا الطون، ديروا كفته، ديروا اي حاجه متوفره عندكم. يعني ماشي ضروري كتقيدوا بنفس المقادير. هانتوما كتشوفوا صراحه كتجي زوينه. بالنسبه للشكل الاخر حتى هو غادي نحاول نقطعو هكا غير من الفوق. يعني غادي ندير طريقه مختلفه على اللي قطعنا من قبل. كنحاولوا نقطعو غير هكايا، غير واحد شويه ماشي بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا. صافي هنايا غادي ندير ليه المايونيز على هذا الشكل هذا. غادي ندير واحد القطع ديال الخيار، انا قطعتهم هكا رقاق وقطعتهم غير صغار ماشي كبار. هانتوما كتشوفوا حتى هما كيعطيو صراحه واحد المنظر زوين، وحتى في المذاق جاو مواتيين مع داك المذاق ديال المايونيز. وهنا ثاني غادي ندير شرائح ديال ديك المدخن. هانتوما حتى هما كيعطيو واحد المنظر زوين على هذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا. وغنديروا الاخرى حتى هي نفس الطريقه. بالنسبه هنايا انا غادي ندير خديت هاد لي صوصيص هادو صغار، غادي نديرهم حتى هما صراحه جاو في الشكل ديالهم وفي المذاق حتى هما جاو زوينين بزاف.
نكمّلوا داكشي اللي بقى لينا. بالنسبة هنايا غادي نحاولوا نقادوهم، كناخدوا واحد البلاطو على هاد الشكل هذا. أنا وضّعت هادوك ديال الطورطية على هاد الشكل هذا، درت حداهم هادو، وغادي نضيف تاني هاد الميني همبرغر. يعني بالنسبة للتزيين راه كيبقى اختياري، هانتوما كتشوفوا صراحةً جا واحد البلاطو زوين بزاف. وبالنسبة للي بغا يشد هكا لي كوموند ولا الأعياد ديال الميلاد، هانتوما كتشوفوا كيجي صراحةً رائع. أنا غادي نكمّل وندوزو باش نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو، كتشوفوه جا بحال هكايا. انا راني نسيت ما حطيتش بيتزا من قبل، يعني الطريقه ما شاركتهاش معكم، راكم عارفين الطريقه كيفاش. وهذا هو البلاطو ديالنا ديال اليوم. هانتوما كتشوفوا صراحه كيف جا راقي ورائع في المنظر ولا في الشكل، وبالنسبه حتى في المذاق راه كيجي زوين. غير جربوا هاد الطريقه هذه وجربوا هاد العجينه هذه، وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، والى اللقاء مع فيديو اخر.